يا هلا، يا رب تكونوا بخير. انا روان اشرف، لو اول مره تشوفوني فاهلا بيكم. بقدم كونتنت عن التصوير بالموبايل، اعاده التدوير، ومهتميه بالاكسسوارات والديكور وحاجات فنيه كده مختلفه. فلو انتم مهتمين بهذا المحتوى هكون مبسوطه جدا لو نورتوني هنا. الفيديو المنتظر ازاي نعمل ديكور كده في اوضتنا. انا كتبت النقط المهمه اللي انا عايزه اشاركها معاكم في ورقه عشان ما انساش اي حاجه، فهقول لكم ازاي ممكن ان احنا نعمل ديكور كده. حاجات هي اصلا اوريدي موجوده قدامكم، بس هلفت نظركم ليها. حابه اقول تنويه بسيط الاول في بدايه الفيديو، انه هذه الغرفه او هذا الشكل ممكن ما يعجبش ناس كتير قوي. يعني هو عجب ناس بس برضه ما عجبش ناس. في ناس بيجيلها توتر وبتتخنق كده وضيق تنفس لما بتشوف المنظر ده. وده ليه بقى؟ لان في نوعين من الناس، في انواع كتير، بس يعني في الحته دي في ناس بتحب الحاجات اللي هي الكتير، حاجات تكون كتير قوي حواليها، بتحب الستايل البوهيمي. انا بحب الستايل البوهيمي قوي، فبحب كل حاجه تكون موجوده حواليا، انا بحبها. بحب الدوشه والكركبه والحاجات دي، فانا بحب ده. فالناس اللي بتحب الموضوع ده الفيديو ده ليهم. الناس بقى اللي هي بتحب المينيماليزم، اللي هي الحاجات الهدوء والبساطه حاجة واحدة بس في الأوضة وما تحبش النعكشة ولا الدوشة، فالفيديو ده مش ليكم، مش هيعجبكم. أسفة على صوت الحاجات اللي بتحصل في المطبخ دي، معلش، يعني الموضوع خارج عن السيطرة. بس فهذا الفيديو لأصحاب الحاجات الدوشة اللي شبه. هقول لكم على شوية أفكار لو بتحبوا الجو ده، البوهيميان ستايل أو الجو الارتستيك ده شوية. فهشارك معاكم هذه الحاجات. اولا هوريكم صور المكتب بتاعي او اولى وانا في اولى كليه. انا اسفه على هذه الاصوات الرهيبه. عايزه اوريكم صوره مكتبي من 4 سنين واقول لكم على الغلطات اللي انا كنت بعملها عشان تاخدوا بالكم منها. فانا هنتقد دلوقتي مكتبي. اولا هحط لكم صورته هنا، الفرش بتاعه او لون المكتب. انا كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بجيب المفرش بتاع المطبخ، كنت بجيبه، كنت حطاه، كنت يعني كان عاجبني وكان يعني ايه كده. بس بعد كده حسيت ان هو دوشه قوي، او عرفت انه دوشه قوي، ما كانش ده احسن اختيار المفروض ان انا اختاره. ليه اصلا انا حطيته؟ لان المكتب عندي هو خشب بس مرسوم عليه رسوم اطفال عشان انا اخواتي صغيرين، هو شكله مش حلو. اضطريت ان انا اداري الرسومات والعك ده بدل ما انا ادهنه وابوظ الدنيا اكتر. فالمفرش او الستيكر هو كان الحل. تاني حاجة في المكتب اللي انتوا شايفينه قدامكم، انا كنت عاملة عرض بكل الادوات الفنية اللي عندي. فدي حاجة مش صح، لانه الموضوع دوشة وكركبة للغاية. فالبساطة في هذه الامور دي احلى حاجة. العلب، شايفين اللون؟ العلب انا كنت باخد العلب اللي هي البلاستيك بتاعت الاكل دي، وكنت بحط فيها الاقلام والادوات بتاعتي عشان احنا ادواتنا كتير قوي. فكنت بجيب الحاجه، اي حاجه بقى من المطبخ، برطمانات، علب بلاستيك كده شبه دي، لون ازرق، لون بينك، اي لون كده كنت بجيبه وبحطه. ده ما كانش صح. ليه؟ لان الموضوع كان فيه شتات للعين، فيه الوان وفيه بهرجه كتير، فده مش حاجه. الاحسن بقى اللي انا عرفته بعد كذا سنه ان الالوان تكون موحده، ده اشيك حاجه. يعني انا اللون الغالب عندي في المكتب الاخضرات، الازرقات، الاصفرات، يعني الالوان دي. حتى انا لبست لكم البتاع ده، انا ده مش بتاعي عشان كده ايه شكلي عملاق وكبير قوي، ده بتاع اخويا. اوفر سايز عليا قوي بس مش مهم، انا بحب هذا الستايل. ف نوحد اللون بتاع الحاجات اللي احنا بنحط فيها الادوات بتاعتنا ولون المكتب عامه. يعني ان انا احدد لون للمكتب هو ده يبقى بنسق عليه كل حاجه. هنا مثلا اللون الغالب عندي في الاوضه الزيتي ده عشان الستاره زيتي، السجاده كده، حتى كرسي المكتب. بمناسبه بقى كرسي المكتب، من الحاجات المهمه ان انا اخد بالي منها هو الكرسي. ليه؟ لان عشان الموضوع ما يبقاش برضه ايه زي ما قلت لكم بهرجه
كان عندي تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انا اختار لونه خشبي، بس انا الكرسي بتاعي هو بره دلوقتي لونه زيتي او اخضر. الكرسي ده تيتا كانت جايبهولي وبقاله فوق ال10 سنين، فهو حاجة عزيزة جدا عليا. دي تاني حاجة. نيجي لنقطة مهمة قوي وهي لون الحيطة. الأوضة دي عايزة أقول لكم إنها ما كانتش أصلا أوضتي، هي كانت أوضة ماما وبابا، وبعد كده غيرناها وبقت أوضة إخواتي، وبعد كده أنا اتنقلت ليها وجيت هنا عشان الشمس. فهي الأوضة أصلا ما كانتش بتاعتي. الأوضة ما كانتش كده من 10 سنين مثلا، هي الحيطة كان لونها موف ومقلمة وكان شكلها بشع خالص، فبيضنا الشقة كلها. اللون اللي هو الأوف وايت ده أو الكريمي شوية. فلون الأوضة أو لون الحيطة بتاعتكم لو تقدروا إنكم توحدوا لونها وتخلوا لونها فاتح، دي من أكتر بجد الحاجات اللي بتفرق في شكل الأوضة وبتخلي كده شكلها جميل وهادي كده وفيه تناسق، هي لون الحيطة. لو تقدروا إنكم تبيضوها بلون فاتح يعني ده هيكون اختيار رائع وهتكونوا موفقين للغاية. زي ما قلت لكم إنه المكتب بتاعي لونه خشبي بس كان متوسخ، فأنا كنت عايزة أداري الموضوع ده. فكان قدامي تو اوبشنز، ان انا اجيب المشمع بتاع المطبخ وده ما كانش حلو، فالاختيار الحلو اللي انا لقيته ان انا اجيب ستيكر اللون اللي هو الخشبي برضو. الستيكر ده رخيص جدا، ده ستيكر اصلا ده مش لون الخشب، هقرب لكم منه. فالستيكر ده كان ب10 جنيه، المتر ب10 جنيه، فانا شرين تقريبا ب20 جنيه وشهيصت نفسي وبيقعد يعني بغيره كل قد ايه، بغيره كل 3-4 شهور كده، لانه ممكن الستيكر بيتقطع او بيتجرح، فانا بحب ان انا اغيره كل فتره. فالستيكر من الحاجات المهمه قوي، انه اختار اللون بتاعها يكون بسيط وبجد بيفرق قوي من شكل الاوضه. في ناس مثلا بتحب اللون البينك، بتحب البيبي بلو، فده بيكون اكتر لون عندها طاغي في الاوضه، او اللي هو المنت جرين. عندي صاحبتي كده ما شاء الله عليها كل اشيائها كده باللون ده، فهي وحدت اللون اللي هي بتحبه شبه اللون اللي انا لابساه او افتح شويه على معظم حاجتها، فبقت بتلعب في الديكورات اللي موجوده في نفس الباليت دي. يعني مهم ان انا احدد ليا باليت انا امشي عليها، بحيث الموضوع ما يبقاش بقى احمر واخضر واصفر وازرق، وممكن ان انا ادخل كل ده بس بنسب وبحاجات معينه قوي عشان الموضوع ما يبقاش فرح والموضوع يبقى مؤذي للعين. فدي حاجه مهمه ان انا احدد اللون بتاعي الباليت بتاعتي وامشي عليها. هنا الباليت بتاعتي زيتي فيها اخضرات فيها تاتشات احمر، بس اللون الغالب عليها زيتي وبني، وده اللي انا بحبه. الزرع بجد من الحاجات اللي بتفرق قوي في شكل الاوضه، سواء كان طبيعي او صناعي. يعني هنا انا حاطه الزرعيه دي ده زرع طبيعي اسمه بوتس، وانا عامله له عمليه تجذير في الميه، وهتلاقوا الطريقه بتاعتها في فيديو انا كنت منزلاه عندي على اليوتيوب، ممكن تشوفوه. برضو هنا زرع طبيعي، وهنا برضو ورا في زرع طبيعي. فالزرع الطبيعي بجد بيفرق قوي من شكل الاوضه، ورخيص جدا بس فعلا بيغير من شكل الاوضه قوي. ممكن برضو ان احنا نضيف زرع صناعي شبه ده. الزرع الصناعي لطيف مش غالي. بيتجاب منين بقى؟ السؤال ده بيجيلي كتير قوي. كنت جايباه من المنشيه، الفرع ب10 جنيه، ولقيته برضو بيتباع عند محلات الزرع. الزرع الصناعي برضو كان برضو الفرع ب15 تقريبا، فهو من 10 ل15، بس فعلا ممكن تجيبوا فرعين مثلا وتقسموهم وتوزعوهم. ممكن انكم تنزلوا كده من الحيطه او تعملوا زي خلاط مثلا كده، هوريكم برضو صور عشان تبقوا فاهمين. ممكن تعملوا كده برضو بيفرق من شكل الاوضه قوي. من الحاجات برضو الحلوه قوي اللي بتفرق من شكل الاوضه وهي الفيري لايتس او البيبي لايتس، اللي هي الاضواء الصغنطوطه دي، بجد بتغير شكل الاوضه قوي. انا عندي 2، عندي الطويل ده خالص وعندي اللي هو ده. الواحد كان ب45 دلوقتي، انا الكبير ده لسه جايباه من قريب، فهو ب45. بيتباع في المكاتب الفنيه وموجود برضو عند الناس بتاعه الكهرباء هتلاقوه، ولطيف. بقى في منه كذا لون، في اللي هو بيدي اللون الورم ده الدافي اللي هو الاصفر. انا كروان بحب ان انا احوط نفسي بالحاجات اللي انا بحبها، سواء كانت بقى شغل انا اشتغلته بايدي وتعبت فيه طول السنه، او بحب الحاجات الفينتج، او بحب الكرتونات وديزني والجو ده.
فبحب ان انا دايما اكون محاطه بكل هذه الاشياء اللي انا بحبها، عشان بحس كده ايه ان انا مش لوحدي، الحاجات دي معايا. ف لو حد بيحب الجو ده شبهي ممكن بقى تحوطوا نفسكم بالحاجات اللي انتوا بتحبوها. هوريكم برضو في جزء كده الحاجات دي وهكلمكم عنها، عشان كان في بنوته قالت لي ورينا جولة في الركن ده يعني بالتفاصيل واحكي عن كل حاجة، فهعمل كده. فحوطوا نفسكم بالحاجات اللي انتوا بتحبوها. من الحاجات اللي بقى كمان بتفرق قوي، هي مش عندي دلوقتي بس انا بحاول اني اعملها، هي شغل المكرمية. شغل المكرمية دي بتدي شكل رائع للأوضة. انا كان عندي هنا ورا شغل النسيج الكبير ده، هحط لكم صورته اكيد فاكرينه. بس دلوقتي هو دخلت بيه مسابقة تبع إبداع 11، والحمد لله أخدت مركز أول على اسكندرية في الأشغال الفنية، بس ما اتصعدش الحمد لله. فأنا لسه هروح أستلمه من المكان بقى، فهينور أوضتي تاني، هتشوفوه تاني. فالنسيج سواء بقى كان حاجة شبه اللي أنا عاملاها دي أو شغل المكرمية، لو تقدروا تعملوها تبقى حاجة رائعة، أو إنكم تشتروها. فلو تقدروا تعملوا كده بجد وتحطوها في الجزء اللي انتوا قاعدين فيه ده، هيبقى المنظر رائع. الحاجات برضو اللي بتفرق وجميلة وبحسها حلوة بس أنا للأسف معرفتش إني أعملها، هي حكاية الأرفف اللي بتبقى في الحيطة. هحط لكم صور لكل الحاجات دي عشان تبقوا فاهميني. الأرفف من الحاجات الحلوة قوي، تحطوا بقى عليها زرع، تحطوا عليها أول حرف من اسمكم، ده اللي هو اللي بينور ده أنا لسه هجيبه عشان نفسي في حرف الآر قوي. فممكن تعملوا كده وتحطوا عليه الحاجات اللي انتوا بتحبوها. بقى برضو كمان الحاجات المهمة هي الأباجورة. الأباجورة كنت بتسأل عنها كتير قوي، ونزلت فيديو خاص ليها تقريبا أو شورت بجاوب فيها على إن أنا جبتها منين. كنت جايباها من كمال سعد عندنا في اسكندرية من 7-8 سنين، يعني عندي من زمن. بس شفتها بتتباع بقى في فتح الله، وشفتها على امازون، وبتظهر لي كتير بقى في الاعلانات على الفيس. فهتلاقوها سعرها في فرنج 350 تقريبا، بس هي رائعة وفعلا هتفيدكم، خصوصا للناس اللي نظرها ضعيف شبهي. فهي حلوة قوي. برضو من الحاجات المهمة هي وجود ساعة او منبه صغنطوط كده، عشان مش كل شوية نفتح الموبايل ونبص فيه. فدي من الحاجات المهمة قوي. حاجة بقى كمان أنا ممكن أكون بعملها بس هي مش صح، فأنا برضو مش عايزة أنصح الناس بيها عشان ما شيلش ذنب حد. حكاية الصور المطبوعة. يعني أنا مثلا الصور اللي مصوراها هم صورتين تقريبا معلقاهم هنا، دول بحبهم جدا، صورة عمو سيد وعمو حسن، فأنا بحبهم قوي، فمعلقاهم عندي. يعني خلصت المسابقة وكنت مشاركة بيهم في مسابقة يعني، وخلصتها وعلقتهم، فده مش صح. فبلاش ان احنا نحط صور لاشخاص، بلاش عشان الملايكة يعني تدخل الأوضة أو تدخل المكان اللي احنا قاعدين فيه. فبلاش صور مطبوعة عشان ما شيلش ذنب حد. بس أنا كنت بقى بطبع زي ستيكرز عليه كلام إيجابي، كنت بحب إن أنا أحوط نفسي بيه. فدي من الحاجات الحلوة قوي. برضو حاجة بقى تركاية كده حسيت إن أنا بعملها وأنا مش واخدة بالي منها، فلما ركزت فيها حسيت إنها من الحاجات المهمة قوي. فكرة إن أنا أرد الحاجة على بعضها. يعني هنا مثلا أنا عندي شغل كولاج بالورق، قصاقيس الورق. هنا حاولت إن أنا أردها الناحية التانية، حتة إن أنا الحاجة اللي أحطها أردها في الناحية التانية، حتة تصميم بقى دي، إنه يكون في إيقاع وتناسب والحاجات دي كلها. عندي هنا مثلا DVD، معلش على الأصوات دي. هنا حكاية DVD حاولت إن أنا برضو أرده الناحية التانية. مشروع النسيج كان هنا، حاولت إن أنا أرده هنا. في حتة إن أنا أرد الحاجات سواء بقى كانت بلون أو بشكل أو بأي حاجة، دي حاجة مهمة قوي وفعلا بتفرق. أنا ممكن أكون بعملها وأنا مش واخدة بالي منها، بس هي فعلا تركاية، يعني لو عملتوها هتبقى الحاجة في حتة تانية. تقريبا دي كل حاجة. هاخدكم برضو لفة سريعة كده وأقول لكم كل حاجة نبذة قصيرة عنها وبس. يعني أتمنى إنه هذا الفيديو يكون مفيد ليكم. فكرة شفتها على الفيس أنا بصراحة يعني بفكر إني أعملها. أنا كان نفسي وأنا صغيرة أطلع مهندسة ديكور، ما بقتش مهندسة ديكور، بس أنا بحب الديكور وبحب الألوانات والتصميم والحاجات دي ومهتمة بالمجال ده. فأتمنى إن أنا أتثقف فيه أكتر، أعرف عنه معلومات أكتر. شفت بقى فكرة إن أنا ممكن أساعد الناس، يعني الناس تبعت لي مثلا صور
المكتب بتاعهم او الحته اللي هم قاعدين فيها وحابين انهم يغيروا فيها، وانا اديهم افكار بناء عن الحاجات اللي موجوده عندهم. يعني لو في لو في حاجه ممكن انها تتشال او تتحط ممكن ان انا اعملها. فقولوا لي لو حابين هذه الفكره ولا لا، حسيتها لطيفه. فلو حابين ان انا اعمل كده قولوا لي في الكومنتس، وهشوف بقى طريقه تبعتوا لي بيها الصور بقى، سواء على الانستجرام او على الفيس او على او في ايميل مثلا. فهقول لكم كل الحاجات دي لو حبيتوا الفكره. اخدكم في جوله سريعه في الحته دي يعني، واكلمكم عن كل حاجه ممكن تنور معاكم في حاجه كده. بصوا احنا ممكن نبتدي من هنا. ده كان مشروع نسيج صغنطط للمشروع الكبير. دي الصور اللي انا بقول لكم بلاش انها تعملوا شبهي، يعني ان شاء الله اشيلهم. ده كان مشروع تصوير جداري، ده بايه، بالرخام وبالازملت، وانا اللي مكسره الرخام حته حته انا ومساعده كل العماره وكل الناس اللي في الكليه، فربنا يكرمهم. ده كان مشروع اشغال فنيه معمول بالجلد والقماش، وده كان تصوير زيتي بالوان الزيت على توال. ده كان اول مره اجرب الكويلنج ارت او فن لف الورق. دي صاحبتي اللي عملتها لي في عيد ميلادي. ده كان افتكاسة كده من عندي ان انا ادمج ما بين قشرة الخشب وما بين شغل النسيج. هنا بقى حتة الدي في دي، ان انا حاولت ان انا ارد الحاجات دي على بعضها. يعني حاجة حلوة ممكن تعملوها، ردوا الحاجة على بعض سواء بألوان او بشكل. ده كان مشروع يعني الباك جراوند دي ديكوباج، والحاجات دي كانت بواقي قماش وبواقي خرز. ده كان شغل اركيد في الكلية، كل الحاجات دي مشاريع الكلية. ده كان مشروع تصميم، أسس تصميم ملامس قعدت فيها كتير قوي فحسيت انها لازم تتبروز. ده كان نسيج ورقي. ده كان طباعة. ده كان مشروع تصميم ما خلصش فاخدت الجزء ده منه بس. ده كانت لوحة للفنان بول سيزان. كنا بناخد اللوحة بتاعته يعني، واحنا اللي بنلونها وبنرسمها وكل الحاجات دي. محاكاة للوحة بتاعته يعني. ده كان شغل نسيج. الحاجات بقى اللي انا بحبها هي اللي انا بقول لكم عليها. ده كان مشروع اشغال معادن. الحاجات دي بقى انا بحبها، السيكرز، رسومات، حاجات انا رسماها كده. فده كان مشروع نسيج انا اللي عاملاه كده، كان من بواقي الخيوط. ده كان الابيكاس، ليه ذكرى حلوه معايا بخصوص اليوسي ماس لو حد كان يعرفه. دي صوره مصوراها بتاعت عمو، بحبه قوي قوي قوي، بحب الصوره دي يعني. ده كان شغل قصاقيس ورق اللي هو الكولاج. ده اللي انا حاولت ان انا ارده في بتاعت بو، يعني الحاجه يبقى ايه في توازن كده ما بين الاتنين. دي حد معايا في الكليه هو اللي رسمها لي وفاجئني بيها. يو ار ارت دي اخدتها من بانسي. فبحبها قوي جدا، الله يرحمه تيتا. الكاسيتات البتاع ده بتاع الجرامافون ده بحبه قوي، كنت جايباه من سوق الجمعة. لو متابعيني على الفيس والانستجرام هتبقوا عارفين كل التفاصيل دي، ففولو مي هناك عشان بكون اكتف هناك اكتر. الصورة دي بحبها قوي، انا اللي مصوراها وإيديتد باي عادل العراقي. دي كانت جزء كده من حاجة وانا قصقصتها بالمنظر ده. دي كنت جايباها اللي هي فولو يور دريمز، كنت جايباها. عجبتني، هي اصلا مفروض ان انا اكتب جواها حاجه، بس انا عجبني شكلها وبحب شكل الكاميرا والتصوير وكده، فحبيت ان انا اعلقها. دي ستيكرز وحاجات انا بحبها وحاجات رسماها، وكل حاجه من دول ليهم ذكرى معايا. فانا بحب الحاجات اللي انا بحبها تكون متحوطه بيا او انا محاطه بيها. ده كان شغل ميكسد ميديا، كل الخامات استخدمتها في اللوحه دي. ايه تاني؟ بس كلمتكم عن شغل الورق ده، قصاقيس ورق. الباليت، وده كان مشروع ورق، طبقات ورق. ودي البورد، اول حاجة عملتها تقريبا على القناة، هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود عندي يعني. بس والباليرينا عشان انا بحب الباليرينا. وده المكتب. بصوا دي الحاجات اللي انا بقول لكم تراعوا الالوانات. هنا بيج بيج، هنا برضو بيج، اصفر بيرد على اصفر. البتاع الزيتي
هنا برضو الكورنر ده عصاية جدو، كاميرا قديمة قلة اشتريتها، تليفون، تلفزيون قديم، الحلة حطيت فيها الكتب. ممكن تاخدوا من هنا اي افكار انتوا حابينها بقى. بس والبتاع ده كان منظم الميك اب، بس انا عشان مش بستعمل الميك اب يعني غير كام حاجه كده، فانا ما عنديش ميك اب اصلا، فحطيت فيه ال اسمه ايه ده، اللي هي بقى نسيت اسمها ايه، الستيكي نوتس بقى، والنوتس الصغنطوطه والحاجات دي كده، اي حاجات كده كيوت كنت بحطها فيها بس. وبطه وريلمي عشان انا شغاله مع ريلمي. وده كتاب أذكار كان جاي لي هدية، والمات بورد بس. فهذا هو كل شيء. والبتاع ده لسه هظبطه، بس ده أنا حبيت إن أنا أصنعه من الإقفاص بتاعة الفاكهة، وأحط فيه كل الألوان، زيت، جواش، أي حاجة ليها علاقة بالألوان حطيتها بيها بس كده. فهذا هو. ولسه برضه يعني هظبط فيه شوية حاجات الفترة الجاية، فممكن تاخدوا افكار منه للحاجات اللي هتكون مناسبة معاكم، وتحاولوا يعني تحاولوا بقى تعملوا حاجة كده ووروني وابعتولي، عشان انا بفرح قوي. يعني كان في ناس بتبعت لي انها عملت البورد دي، فانا كنت ببقى مبسوطة قوي. فشاركوني، هكون سعيدة. وبس كده يعني، الى اللقاء. لو الفيديو عجبكم يعني اعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر.